مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، اهلا بيكم. اللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش اللايك والشير والسبسكرايب، وانتوا معايا دلوقتي انزلوا اعملوا لي لايك. النهارده بقى هنعمل نوعين من الكبده، كبده بالرده مقليه وكبده اسكندراني. هما سهلين جدا بس في ناس بتعملها بطرق مختلفه. احنا هنعمل الكبده الاسكندراني بطريقه اسكندرانيه بالظبط، لان انا بشوف ناس بيحطوا على الكبده بصل، وطبعا هي ما فيهاش بصل اصلا. وفي ناس بيحطوا عليها طماطم، طبعا ممنوع ما تحطش عليها طماطم وفلفل الوان، بيغيروا شكلها خالص. لا، احنا هنعملها بالطريقه السهله جدا الاسكندراني، وهنعمل الكبده بالرده المقرمشه وفي نفس الوقت طريه ما تكونش ناشفه منك وبتشد منك. لا، احنا هنعملها بطريقه سهله. هنعمل الاتنين مع بعض ونشوف طريقتهم عامله ازاي. يلا بينا نشوف الطريقه بسرعه، يلا بينا. معانا كيلو كبدة، نص كيلو شرايح طولية ونص كيلو شرايح طويلة كبيرة كده زي الفيليه يعني. هنتبلها بتوم وليمونتين وتوم باودر وبصل باودر وشطة وكمون وملح وفلفل. بس كده، هو ده اللي مطلوب للكبدة ام ردة. نحط عليها التوم، نحط عليها الليمونتين ونقلبهم كويس قوي كده عشان تشرب التتبيلة، ونسيبها نص ساعة كده علشان ايه تحدق كده وتبقى شاربة من التتبيلة وحلوة. بنسيبها خلاص. وبعد كده هنروح نعمل الكبدة الاسكندراني كده. خلاص هنسيبها تريح. نعمل بقى الكبدة الاسكندراني، عبارة عن نص كيلو كبدة شرايح، توم كتير لان الكبدة الاسكندراني بتحب التوم الكتير، ملح فلفل كمون ليمون فلفل، مش اكتر من كده. بس هي ما تقولش اي توابل تانية عشان ما تغيرش طعمها. نحط طاسة على النار فيها زيت، وبنحط التوم يا دوبك يدبل، مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه دبلان بس. وانزل بشرايح الكبدة بسرعة والزيت يكون سخن، واقلبها علشان ما تنزلش ميتها. اقلب تتحمر، انا عايزاها تتشوح كده، تبقى صدمة جامدة ليها كده، ما تنزلش مية. طبعا الكبدة زي ما عارفين ما بتتغسلش. بنقلبها كويس قوي في التوم، التوم كتير، كتري توم زي ما انت عايزة. بعد تبتدي تدبل كده وتستوي شوية، ننزل عليها بالملح والكمون والثوم. توم تاني يعني نحط نص التوم في الاول يتشوح، ونص التوم وهي عليها وهي بتستوي كده. وبعدين ننزل عليها بالشرايح الفلفل ونقلبها كويس أوي. هي ما بتاخدش نار على فكرة، يعني لانها شرايح رقيقة فما بتاخدش نار. بعد كده بنحط عليها شوية زيت صغيرة كده تديها لمعة، والليمونتين بنحط عليها الليمون. الليمون ده قبل ما اطفي عليها على طول علشان يديها مزازة كده وتبقى حلوة قوي. بنقلبها وما بتاخدش حاجة. بنكمل بقية كمية الليمون. حطينا كمية في الأول وكمية قبل ما أقفل عليها على طول كده. خلاص هي استوت. نروح بقى نعمل الكبدة المردة. معانا حوالي كوباية ردة ومعلقتين دقيق ومعلقة نشا. عملية النشا دي مع الدقيق مهمة جدا، بتخليها مقرمشة وحلوة. طبعا طلعناها من التتبيلة ونحطها في الدقيق. والرد طبعا الرد اكتر من الدقيق، دي بس معلقتين ومعلقه نشا علشان بيخليها متماسكه كده وما تفكش في الزيت، وبيخليها مقرمشه قوي من بره ومن جوه بتبقى طريه حلوه يعني. معلقه النشا دي مهمه قوي قوي. لو عملتيها من غير رده من غير دقيق بتفك منك في الزيت، لكن الدقيق والنشا بيخلوها تمسك ما بتفكش خالص. بنسخن طاسه على النار فيها الزيت، والزيت يسخن قوي انزل عليها بالكبده شرايح. لازم الزيت يكون سخن علشان ما يطلعش منها الحاجات اللي فوقها اللي هو الردة والدقيق وكده. فالزيت لازم يكون سخن، وتوطي عليها علشان ما تتحرقش وتستوي كويس قوي من جوه. خلاص لما ما بتاخدش وقت، لما بتتحمر بنقلبها على الوش التاني، مفيش 5 دقايق وبنطلعها على طول علشان انا عايزاها مقرمشة، تبقى لون ذهبي كده، مش عايزاها غامقة، عايزة اللون الذهبي بتاع الردة الجميل ده. خلاص هي كده استوت. بنطلعها وبنغرفها. نطلعها على كلينكس او حاجة عشان نطلع الزيت دوت، ونغرفهم الاتنين هم قدامكم. حلوين جدا وسهلين خالص، ويعني منتهى السهولة. هيعجبكم جدا لو عملتوها على فكرة، وبألف هنا.